رقم 30 شباك كوكب إس. كنت مريح شوية في وحدة النعاس على كوكب إس لحد ما جالي تنبيه بصوت الست إيناس من قسم الموضة. الناس في مصر بترجع موضة التسعينات، الحواجب رفيعة يا معلم. نزلت بكبسولة على شكل علبة كوزلين ووصلت القاهرة. دخلت أول صالون تجميل، لقيت البنات مرسومة فوق عينيها علامات استشهاد. الحواجب بقت خط، لا مش خط، دي شعرة واحدة مترددة. قلت أجرب الموضة، طلبت حاجب فضائي رفيع. الكوافيرة قالت لي تستحمل؟ قلت لها أنا من كوكب بيشيل الحواجب بالليزر النووي يا أستاذة. بدأت ترسم لي حاجب شبه علامة الواي فاي ضعيفة قوي. خلصت، بصيت في المراية، حسيت ان نسخة من ممثلين التسعينات في مشاهد حزينة. خرجت، لقيت ناس بتصورني وواحدة بتصرخ يا لهوي ده فلوجر من المستقبل. بس كده، بقيت ترند في ربع ساعة. وعملت اعلان لكريم تقوية الحواجب. رجعت كوكب اس وبلغتهم نعمل تطبيق اسمه حاجبك يقول عنك ايه. لقيت ان اكتشافات كتيرة جدا في مصر بدأت ان هي توصل للعالم. يعني بقى حواجب رفيعة بترجعك من القبر دلوقتي. بس كده، يلا يلا يلا، سلام.